بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده في الكوره مع كورش. النهارده حلقه مهمه هنتكلم فيها عن السوبر ليج الافريقي المزعم اقامته هذا العام من قبل الاتحاد الافريقي، وهل الاهلي هيشارك فيها ولا لا؟ هل في فرق تانية من مصر هتشارك ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. كان الاتحاد الافريقي اعلن من فتره عن بدء او احتماليه بدء البطوله دي مع نهايه هذا العام، وكانت في البدايه الاتحاد الافريقي قال ان هو عايز البطوله دي تبقى مجمعه، بطوله كبيره بتضم 24 فريق من قارة افريقيا. قابلته صعوبات كتير وقابلته مشاكل كتير في اقامة البطولة بهذا الشكل، فقرر ان هو يقلص عدد الفرق من 24 الى 8 فرق في نسختها الاولى، على ان يتم زيادة عدد الفرق بداية من الموسم المقبل أو بداية من البطولة الثانية للسوبر ليج الأفريقي. كانت الفرق المشاركة أو اللي اختارها الاتحاد الأفريقي للمشاركة في البطولة دي كان الأهلي المصري، الوداد المغربي، صن داونز من جنوب أفريقيا، ترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، الهلال السوداني، وفاق سطيف الجزائري. بطولة كانت هتبقى قوية جدا لو كان ليها تنظيم اكتر من كده، ليها فرق مشاركة اكبر من كده. في فرق كتير جدا جنبت او ما تمش اختيارها من قبل الاتحاد الافريقي، فرق كبيرة بحجم نادي الزمالك، بحجم نادي الرجاء، بحجم نادي النجم الساحلي، كانوا هيضيفوا البطولة دي لو كانوا شاركوا في البطوله دي. لكن الاتحاد الافريقي نظرا ان هي اول نسخه واول مره تتلعب، حبوا ان هو تبقى زي مش تجربه اكتر ما هم عايزين يعرفوا هيبقى شكل البطوله عامله ازاي. طيب، هل الاهلي هيشارك في البطوله دي ولا لا؟ الاتحاد الافريقي بالفعل بدا جولات تفقديه كده للملاعب وللانديه المشاركه في البطوله، وكان جه وفد من الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي في شهر يناير اللي فات، وكان بيناقش معاه استعداد النادي الاهلي للمشاركه في البطوله دي. النادي الاهلي في البدايه مش رافض فكره اشتراكه في البطوله، لا، لكن هو مستني يعرف ايه هي اللوائح المنظمه للبطوله، ايه هي الجوائز الماديه والعائد المادي من البطوله، هل البطوله دي هتبقى مؤهله للعب في كأس العالم للأندية، هل هيجوز للنادي الأهلي أو ينفع للنادي الأهلي إن هو يلعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة السوبر ليج. كل ده أسئلة مستني النادي الأهلي إجابة من الاتحاد الأفريقي على الأسئلة دي، بحيث إن هو ياخد قرار بالمشاركة في البطولة دي. الاتحاد الأفريقي نفسه عنده مشاكل في بدء البطولة دي، منها إن هو مش لاقي رعاة أقوياء للبطولة دي قدموا الجوائز ويبقوا رعاة للبطولة، وفي نفس الوقت مش لاقي قنوات تلفزيونية كبيرة تقدر ان هي تاخد البث الحصري للبطولة. من هنا كان في صعوبات كتيرة جدا في اقامة السوبر ليج ب 24 فريق وحتى ب8 فرق. النادي الاهلي منتظر رد الاتحاد الافريقي بخصوص اللائحة المنظمة للبطولة وقواعد البطولة والجوائز المادية عشان ياخد قرار نهائي في البطولة، وهل هي هتبقى عائق قدامه في دوري ابطال افريقيا ولا لا. ده اللي هنعرفه في الايام اللي جايه من الاتحاد الافريقي. نتمنى ان هي لو البطوله اتعملت تبقى بطوله قويه يشارك فيها النادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق لكل الانديه المصريه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الكوره مع كورش.